شوفوا، هذا الريال طلع بفكرة خلته يملين من وراء الذكاء الاصطناعي. ادوين كان شغال في جوجل وشاف مشكلة ما حد لاحظها غيره، ان الذكاء الاصطناعي مهما تطوره ما يقدر يعلم نفسه ولا يفهم أسئلة الناس وطلباتهم الا اذا البشر علموه. يعني لازم شخص يقول له هذه الجملة سؤال، او هذا طلب، او هذه إجابة صحيحة، عشان يقدر الذكاء الاصطناعي يفهم ويطور نفسه. لكن في مشكلة، الشركات الكبيرة ما عندها عدد كافي من الناس يعملون على هذا التدريب، فكانت النتائج تطلع ضعيفة وغلطاتها كثيرة. وهنا ادوين قال لنفسه ليش ما اكون انا اللي حل هذه المشكلة؟ احنا في عز ثورة الذكاء الاصطناعي، يمكن تكون هذه فرصتي الذهبية. وبالفعل اسس منصة سيرج اي اي تجمع آلاف الاشخاص من كل انحاء العالم، وكل واحد عنده مهمة بسيطة، اما يشرح جملة او يراجع بيانات او يعطي ملاحظات على اجابات الذكاء الاصطناعي. وبكذي خلى الذكاء الاصطناعي يفهم البشر، لانه استخدم البشر نفسهم لتدريبه. وصارت هذه المنصة الوسيط الذكي بين الشركات اللي تحتاج بيانات نظيفة وبين الناس اللي يريدون دخل اضافي من بيوتهم. الفكرة سوت نجاح خرافي، واليوم ادوين عمره 37 سنة وثروته تجاوزت 24 مليار دولار.